تخيلوا اكتشفت ان معظم حيواتنا ماشية بقانون فيزيائي اسمه قانون القصور الذاتي. الإنسان كسول بطبعه، إذا نام مش عاوز يصحى، وإذا قعد مش عاوز يقوم، وإذا ولف على مكان بيلبد. هذه الصفة انا شخص لما يكون ورايا مهمه اللي بيحصل بحس ان هو تقيل عليا قوي 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 ان ابدا المهمه دي. كنت قاعده على الموبايل قاعده اعمل اي حاجه ورايا حاجه لازم اعملها، بيكون صعبه تقيله اني لازم اعملها. بقول خلاص الساعه دلوقتي 1:58 هعملها الساعه 2 بالظبط. بعدين تيجي الساعه 2:01 اقول لا خلاص هعملها الساعه 2 و10 دقايق 10 دقايق بالظبط. وهكذا وهكذا بلاقي نفسي بشكل غريب قاعدة اماطل في كل مهمة، اماطل اني ابدأها بس لحد ما بيضيع مني اليوم كامل، واحيانا بيضيع مني ايام وانا في فترة ان انا مش عايزة ابدأ. فكنت فاكرة ان انا كده شخص كسول، لقي اللوم كله عليا ان انا كده شخص كسول، ان انا كده شخص مش راضي يعمل حاجة. ليه مش راضي اعمل حاجة؟ وكانت حاجة اللي محيراني اكتر ان لما كنت ببدأ في المهمة فجأة بلاقي ما هي مش صعبة اهي، ما المهمة عادي، هي المهمة سهلة، هي المهمة مش سيئة للدرجة دي. ولما الاقي نفسي اتحركت وقاعدة اعمل الحاجة اللي ورايا فجأة كده بقى عندي طاقة اكمل باقي المهام. فايه المشكلة بالظبط؟ انتي اللي كسلانة، انتي اللي مش عارفة ايه، لازم تقاومي احساس انك مش عايزة تبدأي ده، لازم تقاتلي، لازم تقاومي وتبدأي، لازم. مر عليا فيديو للدكتور مصطفى محمود، عرفت ان ده كله بيحصل بسبب قانون فيزيائي بسيط، قانون القصور الذاتي. القانون ده قانون غير لي حياتي، عمري ما توقعت انه ينطبق علينا. انا كنت واخده موضوع اني لازم اقاتل، لازم اعمل ايه ده الموضوع بسيط اهو، الموضوع ممكن ننجز كل حاجه ورانا بطريقه بسيطه بتطبيق قانون فيزيائي بسيط. فالفيديو ده هعرفك ايه هو القانون ده بالظبط، وازاي قانون فيزيائي ينطبق علينا، وازاي ده فعلا ممكن يعمل تغيير جذري في حياتنا. انا مطبقه بقالي حوالي اسبوع ونص وفعلا لقيت تغيير كبير، وعشان كده جايه عامله عليه فيديو. وهنجرب القانون ده مع بعض النهارده، وهنشوف ازاي تصرفات بسيطه هتاخد من وقتك ثواني بالكتير دقايق ممكن تغير يومك كله وتغير حياتك كلها. يلا بينا. ورايا دلوقتي راح اعمل تمارين ستريتشنج. بصراحة حاسة بتقل فظيع، حاسة بكسل، فمستغربة مع انها حاجة انا عايزة اعملها، حاجة انا بحب اعملها. اديلي حوالي يمكن ساعتين قاعدة اقلب في الموبايل على اساس مستنية اللحظة المناسبة علشان هقوم. هقلب شوية وهقوم، هقلب شوية على الموبايل وبعديها هقوم، وعدى ساعتين وما قمتش. بس كده يلا نطبق قانون قصور الذاتي. القانون ده عن ايه بالظبط؟ بص، القانون ده عبارة عن اي جسم في حالة هيفضل في الحالة دي ما لم تيجي قوة خارجية تأثر عليه. ثواني. يعني لو انا دلوقتي عايزين كورة، لو انا دلوقتي عندي كورة، خلينا نقول دي كورة تمام، فانا الكورة دي هي هتفضل ثابتة في حالة الثبات، في حالة السكون. هتفضل الكورة دي في حالة السكون دي، مش هتتغير من الحالة دي الا لو انا جيت زحتها. فانا لو زحتها ايدي هي القوة الخارجية، انا زحت الكورة فسببت ان هي خلاص بتلف 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 تمام. الكورة دي هتفضل تلف 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 في حالة الحركة، هتفضل في حالة حركة إلا لو حاجة جت وأثرت عليها من بره. جيت أنا عملتها كده، عملتها ستوب، عملتها أقفي، فساعتها هتقف. ازاي ده ينطبق علينا احنا؟ تكون قاعد بتذاكر فجأة كده المذاكرة عادي ماشية بيكون معاك كويس ايا كان المهمة اللي بتعملها، تعمل ايه؟ تقرر تاخد بريك. البريك بتاعك يكون انت تقعد على الموبايل. فجأة بعد ما كان عندك طاقة وبتقول لنفسك انا هاخد بريك 5 دقايق على الموبايل وهقدر اقاوم زي ما كنت بقولها، مش هتقدر تقاوم في الاخر صدقني. ففجأة كده تقعد على الموبايل، تقعد تقلب شوية، يخلص وقت البريك، خلاص 5 دقايق كمان، خلاص دقيقتين كمان، خلاص شوية كمان، مش قادر تبطل، مش عايز تطلع من حالة السكون اللي انت فيها، مش قادر ترجع تكمل المهمة بتاعتك، مع ان انت قبل ما تقعد على البريك كان عندك طاقة تكمل عادي. ليه؟ لان انت لما مسكت الموبايل وقعدت على الموبايل انت بقيت في حالة سكون، في حالة استرخاء، في حالة راحة،
واحنا بطبعنا البشر زي ما دكتور مصطفى محمود ذكر، احنا بنحب الكسل. لما نكون قاعدين بس في حالة استرخاء مش عايزين نقوم، لما نكون قاعدين بنضيع وقت مش عايزين نقوم. بطبعنا الحاجات اللي فيها انجاز بتكون صعبة علينا. فطرتنا تميل للاسترخاء، فطرتنا تميل للنوم، فطرتنا تميل للراحة، وده السبب ان انت مش بتقدر تقاوم. تقنع نفسك انا هقدر اقاوم، مش بتقدر تقاوم. انت حاليا في حالة ايه؟ في حالة استرخاء، في حالة سكون، انت قاعد على الموبايل. ازاي تطلع من الحالة دي؟ انت فاكر انا هقدر اقاوم، مش هتقدر تقاوم. انت محتاج قوة خارجية، تيجي حد من اهلك يسحب منك الموبايل يفصل شحن، ايا كان، قوة خارجية تجبرك ان انت تسيب الموبايل. واول ما تجبرك ان انت تسيب الموبايل بتقدر تقوم. ان انت لما تكون في حالة الحركة زي الكورة، انت عمال تشتغل، عمال تتحرك، عمال تذاكر، بيكون جسمك في حالة الحركة. جسمك مش هيطلع من حالة الحركة إلا لما تيجي حاجة توقفه، وهي انت لما تيجي تاخد بريك. لكن طول ما انت في حالة الحركة هيفضل عندك طاقة وتحفيز وموتيفيشن ايا كان ان انت تكمل باقي المهام وباقي المهام. فتخيلوا بقى لو استخدمنا ده لصالحنا، لو لما نكون في حالة الحركة نركز ان احنا نحافظ على انفسنا في حالة الحركة وما نقطعهاش. لما نكون في حالة السكون نعمل استراتيجية بسيطة تخلينا نطلع بسهولة من حالة السكون دي لحالة الحركة. كيف نطبق القانون ده على حياتنا؟ كيف اخلي نفسي في حالة الحركة؟ ان انا اعمل ستريتشنج، اركز ان انا هقوم واشرب ميه، لان شرب الميه هنا مشوار صراحة. هقوم واشرب ميه، ثم بعديها وانا بشرب الميه ابدأ افكر اللي انا عايزة اعمله. ان انا بدل ما يكون تركيزي على يا ربي لازم اقوم دلوقتي اعمل تمارين، لازم اقوم دلوقتي امنتج فيديو، لازم اقوم دلوقتي اعمل واعمل واعمل، لا انت لما تكون في حالة سكون وعايز تعمل وتعمل وتعمل، هيكون صعب عليك تطلع من حالة السكون دي. هتعقد نفسك، عقلك هيقولك يا لهوي لسه ورايا ده كله، لسه لازم اعمل ده كله. لا خلاص خلينا ايه مستمرين قاعدين على الموبايل، خلينا ايا كان اللي احنا بنعمله. فعملت ايه؟ ان انت تخلي نفسك كل همك وكل هدفك وكل تركيزك ان انت تطلع من حالة السكون دي. يعني انت دلوقتي قاعد على الموبايل، بقيت اقول لنفسي هقوم دلوقتي هشرب ميه، هقوم دلوقتي احط كريم على وشي، هقوم دلوقتي اتمشى في البيت. اي حاجة، حرفيا اي حاجة تخلي تركيزك على فعل بسيط، مش مهمة، مش انجاز، مش اي حاجة. تخلي تركيزك على حاجة بسيطة تخليك تدخل في حالة الحركة. يعني مثلا في دلوقتي ورايا 3 مهام صعبين، لما اقرر اعمل حاجة سهلة جدا، حاجة تافهة جدا، اروح مثلا اقوم ابص من البلكونة ايا كان. لما اعمل كده فجأة بيكون اسهل عليا لسبب ما اني اكمل باقي المهام. وقلت لكم ان ده كله بسبب قانون القصور الذاتي، اني احط كل تركيزي اني اكون في حالة الحركة بدل ما نحط كل تركيزي لازم اعمل واعمل الحاجات الكبيرة دي. المفروض الخطوة دي تكون السحر اللي يخليني انجز كل حاجة في حياتي. One hour later. 2,000 years later. احط نفسي في حالة حركة اكتر حاليا للمهمة اللي انا عايزة اعملها، واللي هي تمارين. ازاي؟ انا هجيب السجادة التمارين، هفرشها، هجيب كورة كده مساج، وهقول لنفسي كل المطلوب منك تعملي بالكورة كده وكده بس. لما اخلي المهمة سهلة واخلي نفسي في حالة الحركة دي هنشوف اللي اصلا قبل ما اصور الفيديو ده صراحه كنت كسلانه جدا اصوره، كنت مستثقله اني اصوره عشان ادري زمان ما صورتش. بس لما قلت لنفسي البسي بس لبست وحطيت الطرحه وكده، فجاه لقيتني بقى عندي استعداد اصور. فجاه لقيت لا ايه ده عادي اهو، عادي اصور. صراحه عندي طاقه اني اصور. فهي الفكره ان الحركه بتجيب طاقه. movement brings motivation not the other way around. لما نتعامل مع نفسنا بالهداوة شوية، انت في حاجة عايز تعملها، الحاجة دي تقيلة ومش عايز تعملها، عادي، تيتا خدها تيتا، امسك البتاعة دي
تفرشها وبس كده، ده كل المطلوب منك. لاحظت لما نتعامل مع انفسنا بالهداوة شوية مش بالجلد جلد جلد جلد، الموضوع بيكون اسهل بكتير، المهام بتنجزها اكتر بكتير، مفيش جلد ذات، مفيش ندم. جلد الذات والندم ده هو اللي بيضيع وقت اكتر واكتر. واسألوا مجرب، عملتلكوا فيديو عن الموضوع ده. يا جماعة الخطوة الثانية في تغيير حياتي، ليتس جو. كل اللي هطلبه من نفسي، امسكي الكورة، كل المطلوب منك فرشتي السكينة، امسكي الكورة وبس على كده. قديم من زمان جدا جدا، كام يوم من زمان بحاول ارجع لتمرين ستريتشنج، بحاول ارجع البتاع ده لسبب ما كنتش عارفه ابدا. اول ما قلت لنفسي خلاص ساعات مش لازم، لان انا دماغي كانت بتفكر في لازم اعمل تمارين ستريتشنج لمده نص ساعه، يا ربي لسه هقعد اشغل 10 دقايق ستريتشنج الظهر، 10 دقايق ستريتشنج مش عارفه ايه، 10 دقايق كذا، لسه هقعد نص ساعه مش عارفه ايه. فده كله حط ضغط على نفسي وخلاني مش هبدأ من اساسه. ليه؟ لان انا اقنعت نفسي دي حاجة صعبة، دي حاجة تقيلة. مخنا عامل زي الطفل الصغير، لما تقوله الحاجة دي صعبة، الحاجة دي تقيلة، هيهرب منها. هيحاول يخليك تهرب منها بأي طريقة، يحاول تخليك نعساني، يخليك نعساني، يخليك عايز تقعد على الموبايل اكتر، يخليك تعمل اي حاجة عشان تهرب منها، زي البيبي الصغير. فقانون كسور الذات ده حرفيا انت بتحايل البيبي. يعني مثلا في طفل صغير عايز يعمل حاجة معينة، بتعمل ايه؟ بتحايله بحلاوة، بتحايله بكلام لطيف، بتحايله مش عارفة ايه. حاسة ان احنا نفس الكلام. حايلت مخي بحاجة بسيطة. بص يا مخي، بص يا سعد، كل المطلوب منك تفرشي سجادة التمارين، تمسكي الكورة دي اللي هي حاجة سهلة قوي، حاجة سهلة قوي، مش محتاجة تعب، مش محتاجة معايا، وبس اعملي كده بس. ولما لقيت نفسي في حالة الحركة دي وعملت كده، حسيت it's not that bad. خلاص عايزة اروح اسمع فيديو تمارين واعمل التمرين ستريتشنج. فعلا الموضوع عادي يكون بالبساطة دي، هو الموضوع عادي يمشي بسلاسة لما نحط كل تركيزنا ان نحط انفسنا في حالة الحركة. صراحة بعد ما عملت التمارين مسكت الموبايل وقعدت على الموبايل شوية، ولكن تطبيق لوك مي اوت ده وقفني. نزلت تطبيق على الموبايل اسمه لوك مي اوت. التطبيق ده خليته يقفل الموبايل بتاعي، خليته يقفله لي من الساعة مثلا 7 الصبح لحد 5 العصر، ممنوع قاعد على الموبايل. ولكن خليت فيه مسموح عادي، عشان عارفين الممنوع مرغوب. لما امنع نفسي ممنوع ممنوع ممنوع، هلاقي اي طريقة اضيع بيها وقت. هقعد اتأمل في السقف، اتأمل في الحيط، اتأمل في اي حاجة. فعملت ايه؟ خليته ان هو كل ساعة يديني 5 دقايق بريك. الفرق في هنا ايه؟ ان انا لما اجي اخد البريك ده، في قوة خارجية هتمنعني ان انا استمر في البريك. في قوة خارجية لما اجي تخلص 5 دقايق لوك مي اوت هيطلعني من التطبيق اللي انا قاعد عليه وهيقول لي ستوب يا شاد، ستوب يا شاد. فدي القوة الخارجية. ما بقتش اعتمد ان القوة الخارجية بتاعتي تكون مقاومة. خليني اوريكم لوك مي اوت ده. انا دلوقتي اجي ادخل اي تطبيق من اللي هو التطبيقات اللي انا قافلاها اني ما ادخلش عليها، مثلا ده، فايه اللي بيحصل؟ بيطلعني منها على طول وبيقول لي لو عايز تاخدي 5 minutes بريك تمام، بس انت ليكي 5 دقايق بريك كل ساعه. فصراحه الموضوع ده تحفه جدا، لان لما اصحى من النوم بكون عايزه اقعد على الموبايل. لما قاعد على الموبايل بلاقي التطبيقات مقفوله، ولو انا جيت اقعد 5 دقايق انا عارفه ان انا كده لمده ساعه مش هقدر امسك الموبايل تاني. فالموضوع ده قلل لي جدا 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 استخدام الموبايل، خلاني ما ادخلش حاله السكون دي، خلاني احافظ على نفسي ان انا حتى لو دخلت حاله السكون دي وان انا رحت اخدت بريك قعدت على الموبايل، كده كده في حاجه بتقومني، كده كده بعد 5 دقايق التطبيق بيقفل، في حاجه بتقومني. وهروح دلوقتي اعمل مهمه تاني ورايا، هروح اقرا اذكار الصباح. الأذكار دي اديلي بالظبط حوالي 4 ساعات عايزه اقراها، عشان صاحيه من بدري، من الدنيا لسه ليل، وقاعده اقول هقراها. كنت قاعده على الموبايل قاعده اقول هقراها بعد شويه، هقراها بعد شويه، وعدى على الان 4 ساعات وما قراتهاش. واول ما قمت ورحت وعملت الحاجه اللي هي كوره بس، اللي ادت ان عملت تمارين، بعدها ما قطعتش حالة الحركة بتاعتي، قلت هكمل، لقيتني فجأة بكل سهولة ماسكة الأذكار وقاعدة أقراها. حاليا هخطط الاسبوع بتاعي، المذاكره بتاعتي المفروض كده هتنزل، بس حصلت شويه مشاكل. تابعوني على صفحه الانستجرام المذكره دي، اول ما تحل المشاكل دي انزلها على طول ليكم. اوكي، القلم فين؟ مش عايزه ادخل في حاله السكون. النهارده كام؟ النهارده 31. 31. عاد الحياة ايزي.
تجربتي على مدار الاسبوع، لاحظت ان لما تيجي تعمل المهمة في الاول بتكون بتحاول تحط نفسك في حالة الحركة، ازاي ان انت تقوم تعمل حاجة، تتحرك شوية، تعمل اي حاجة بسيطة تخليك تحط في حالة الحركة. بعدين مع الوقت الحاجة اللي هتخليك فجأة بقى عندك طاقة وبقيت قادر تكمل وتحطك في حالة الحركة بتكون أبسط وأبسط. يعني انت دلوقتي مثلا لازم تقوم تروح تعمل مهمة صعبة قوي، تروح تعمل مثلا تمارين. في الأول الحاجة اللي كانت بتحطك في حالة الحركة انك تقوم وتفرش سجادة التمارين وتعمل حاجة بسيطة قوي. بقى مع الوقت مخك بيتعود وبتكون الحاجة اللي بتخليك تعمل تمارين هي فكرة بس. انت فكرت عايز اعمل تمارين، بتلاقي نفسك لا تلقائيا بتتحرك وبتقوم بتعمل تمارين. يعني مع الوقت الموضوع بيكون اسهل بكتير 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 بكتير. ودي حاجه ما كنتش متوقعها صراحه. ايه الحاجه اللي ما كانتش مخليه الموضوع ده ينفع واللي ممكن ما تخليش الموضوع ده ينفع معاك؟ لان انا كنت اعرف عن الموضوع ده زمان في قاعده اسمها قاعده ال5 minutes، انك تحط تايمر، تظبط تايمر 5 دقايق عشان تعمل مهمه معينه. دي فايدتها تضحك على عقلك علشان لما انا ما كنتش بعملها مع اني عارفاها. ليه؟ لان انا كنت عارفه ان انا هضطر اعمل مهمه كامله، انا كده بضحك على نفسي، هضطر اعمل مهمه كامله، فما كنتش بحط التايمر من اساسه لان انا مش عايزه اعمل المهمه. فده ليه كان بيحصل؟ اولا انا ما كنتش متسامحه مع نفسي لو انا ما عملتش المهمه كامله، انا ما كنتش راضيه بالخمس دقايق بس. الفكره نفسها في ان انت تقنع نفسك انا هعمل 5 دقايق بس لا غير. كملت ما كملتش تمام، لا انا كنت عندي مشكله مع ده، انا هحط 5 دقايق ولازم تكملي، لازم. ما كنتش متصالحه مع فكره ان انا اكون ناويه اعمل تمارين واكتفي بس بالكوره المساج دي على كتفي، لا ما كنتش، لا لازم تكملي، لازم تعملي. فلما بقيت متصالحه مع الفكره دي ان انا راضيه عنك تماما لو انت خلصتي اليوم وانت بس عامله بالكوره كده، خلاص اتس اوكي. لما بقيت كده فعلا بقى الموضوع ينفع معايا. تاني حاجه تفكير في صعوبه المهمه. زي السلم، لما يكون في سلم هل انت بتقعد تبص مثلا خلينا نقول السلم ده 100 سلمه، تقعد تبص للسلمه ال100 وتقولي يا لهوي لسه هطلع ده كله؟ مش هتطلع. انا كنت بعمل كده، كنت ببص على السلمه ال100 وانا في سلمه 1 وبقول يا لهوي لسه هطلع ده كله، فما كنتش بطلع من اساسه لاني بستصعب الرحله على نفسي. ولكن لما انت تبص بس على السلمه الجايه، وكنت دايما بسمعها النصيحه دي بس عمري ما طبقتها فعلا. عشان كده في فيديوهاتي في القناه بحاول اخليها كلها تطبيق فعلي، لان انا عارفه لو الواحد سمع 100,000 فيديو عن نصائح وده اللي كنت بعمله غالبا برضو مش هيستفاد قد لما يشوف حد بيجرب. فان انت تحط كل تركيزك على السلمه الجايه، وده اللي انا بعمله حاليا، اني احط كل تركيزي على السلمه الجايه، اني اقوم اشرب ميه، اني اقوم افرش تمارين، انهم اعمل حاجه. ثم من السلمه بقى اللي انا عملتها دي ان انا افرش السجاده، ابدا افكر في اللي بعديه. طيب ملخص الكلام ده كله، كان في يوم كان بالليل وكنت نعسانه موت، وكان ما صليتش صلاه العشاء لسه، كنت عايزه اقوم واغسل وشي واعمل سكين كير وبتاع ومش عارفه ايه، كانت كذا حاجه يعني عايزه اعملها. كان الموضوع تقيل قوي عليا، وانا في العاده من النوع اللي انا عايزه اعمل كل حاجه. فبسبب كده كان معظم الايام مش بعمل ولا حاجه. فجه في يوم لما لقيت ورايا كل الحاجات دي، رحت قلت لنفسي بصي، مش لازم تغسلي وشك، مش لازم تحطي كريمات، مش لازم تعملي كذا 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 كذا، تمام؟ لكن قومي بس صلي العشاء، ما تناميش بدون ما تصلي العشاء، قومي بس صلي العشاء. لما عملت كده وفعلا خلاص كنت متصالحه مع نفسي ان انا خلاص هنام وانا مصليه العشاء بس، وانا راضيه عن نفسي عن كده، راضيه ان انا نمت وصليت العشاء، مش مهم بقى وشي مش وشي ايا كان. لقيت نفسي وانا بتوضى عشان اصلي العشاء فجأة بقى عندي طاقة ان انا اعمل باقي الحاجات، وفجأة لقيت نفسي بدون ما احس عملت كل حاجة ورايا، ولا كانت حاجات كتيرة باي ذا واي، يعني حاجات ممكن تاخد ربع ساعة، لقيت نفسي عملت كل حاجة. فساعتها لقيت ان احنا بنلف وبندور ورا قاعدة 5 minutes، ورا قانون القصور الذاتي، ورا كده الحاجات دي كلها فعلا موجودة. بس ملخص ده كله ايه؟ انك تقرب من ربنا سبحانه وتعالى بجد. لما لقيت نفسي كل هم اني اصلي العشاء لا تلقائيا، ساعتها ما كنتش اعرف عن قانون القصور الذاتي ده، ما كنتش اعرف عنه خالص، انا عرفته بعديها بيمكن 3 أسابيع ولا حاجة. طبقت قاعدة 5 minutes، قاعدة 2 minutes، ايا كان المسميات اختلفت للموضوع، الموضوع واحد. طبقته بدون ما اعرف الموضوع، بدون ما احس، لما كانت نيتي اني اصلح علاقتي بربنا سبحانه وتعالى. فانت لو عايز حاجة تلخص لك مجتمع تطوير الذات ده كله، تلخص لك الحياة، هي انك تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. الاجابة واضحة قدامنا، ليه نلف وندور؟ المرة الجاية لما تكون وراك حاجة تعملها، ما تسيبش افكارك تاكل دماغك، ما تسيبش لازم اعمل وده كله هيؤدي في الاخر انه يقف ضدك، ولكن اتحرك، اشرب مية، اعمل اي حاجة زي ما قلنا، بس كده وهتندهش بالفرق الفظيع. هي فعلا المية هي سر الحياة، المية. فقولوا لي في التعليقات ايه اللي جربتوه قبل كده بدون ما تعرفوا عنه، بدون ما تعرفوا انه في حاجة اسمها قصور الذات، ايه الفرق فعلا اللي حصل بعد ما جربتوه.